السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكل متابعينا من كل مكان. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل صينية سمك بلطي بطريقة جميلة وصحية جدا للي عايزين ياكلوا السمك من غير ما يتقلي في الزيت، فهنعمله ان شاء الله في صينية. اول حاجة التتبيلة بتاعتي، انا طبعا معايا هنا سمك، ده السمك البلطي اي كمية انت عايزاها. معايا هنا توم وفلفل اخضر واحمر وليمون وخل. التوابل معايا هنا ملح، معلقتين كبار ملح، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره كمون، ومعلقه من بهارات السمك، ومعايا نص معلقه فلفل اسمر. انما باقي الحاجات دي اللي هنحطها معانا في الصينيه، ده معايا خضره شبت وبقدونس، ومعايا بصل متقطع مكعبات، وطماطم مكعبات، وفلفل اخضر مكعبات. هنشوف اول حاجه انا هاخد دلوقتي الثوم مفرومه مع الفلفل في الكبه. فرمت انا كده الفلفل مع الثوم بقى ناعم بالشكل اللي معايا ده. هضيف بقى هنا ده عصير ليمون، ده فلفله حمراء برضو، والتوابل مع الملح. كمان هضيف شويه خل مقدار كده معلقتين كبار، وهبتدي ان انا اقلب الخليط ده كويس مع بعضه. وبدوق طبعا الملح، لو احتاج معايا ملح ضيف تاني. بخلي الخليط ملح شويه عشان يملح لي السمكه من بره ومن جوه كويس. انا عامله ده لمقدار 3 كيلو من السمك البلطي. انا هشيل شويه من التتبيله دي عشان ابقى احطها على الخليط لما اجي احطها في ارضيه الصينيه، شويه يعني مش كتير، بالشكل ده كده. بعد كده بمسك السمكه معايا وبتبلها من جوه، بحط كده الخليط من جوه وكمان من بره، بغطها معايا بالشكل ده، وهتبل كمية السمك معايا كلها بالشكل ده. بعد ما تبلت الكمية كلها معايا بسيبها بقى مش اقل من ساعة. كل ما تسيبها في التتبيلة طبعا بيبقى افضل. بعد كده هجيب عندي طبق عشان اخلط فيه بقية المقادير اللي قلنا عليها، اللي هو البصل والطماطم تقطع مكعبات، وفلفل اخضر مكعبات، وبقدونس وشبت. وطبعا انا هضيف هنا شوية ملح وكزبرة وكمون عشان ياخد من نفس طعم التتبيلة اللي انا متبلاها. هخلط بقى المكونات دي كده مع بعضها. بعد كده هجيب عندي البايركس او الصينية اللي انا هدخلها الفرن. هحط في ارضية الصينية شوية من الخلطة اللي انا عاملاها دي، اللي هي الطماطم مع البصل مع الفلفل مع التوابل وشوية الخضرة. بحط كده في ارضية الصينية. وده شوية الخلطة اللي انا حشتها في الاول اللي هي بتاع تتبيلة السمك، باخد كده شوية منها وبرش على الخلطة دي كمان عشان كله يبقى متطعم بنفس التتبيلة. هبتدي دلوقتي بقى ان انا اجيب السمك وارصه. بعد ما رصيت السمك معايا هاخد كمان شوية من الخلطة واحطها على الوش، واحط شوية من التتبيلة. بعد كده هضيف شوية زيت على الوش، هي شوية صغيرة يعني، هي دي شوية زيت بس عشان يستوي معايا. يعتبر هي دي كمية الزيت اللي هيستوي فيها، يعني شوية قليلة خالص غير لما هيتقلي معايا في الزيت. وعلى الوش هحط حلقات من الليمون بالشكل ده. بعد كده هدخلها بقى الفرن. انا مشغله الفرن على درجة حرارة 200، هيستوي معايا وبعد كده هنشوفه مع بعض. كده هي استوت وانا خرجتها من الفرن. تتقدم كده بقى بالهنا والشفا. ممكن نحط عليها شوية خضار تتجمل بيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.